السلام عليكم يا أبطال البكالوريا. لو كل يوم بتقول هبدأ بعد شوية ومن بكرة هشد وفجأة تلاقي اليوم خلص وما عملتش حاجة، فالفيديو ده ليك. خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، التسويف مش معناه إنك كسلان، لكن معناه إنك مش عارف تبدأ. أكبر غلطة بيعملها طالب البكالوريا إنه بيبص للمنهج كله مرة واحدة فيحس إنه مستحيل يخلصه فيقرر إنه يأجل والأيام بتعدي. طيب الحل إيه دلوقتي؟ أول حاجة قاعدة ال5 دقايق، بدل ما تقول هذاكر الفصل كله قول هذاكر 5 دقايق بس. غالبا بعد اول 5 دقايق هتلاقي نفسك كملت 30-40 دقيقة من غير ما تحس. المشكلة مش في المذاكرة عشان نبقى متفقين، المشكلة في البداية. تاني حاجة اقسم المهمة، وما تكتبش في الجدول مذاكرة كيمياء، اكتب حل 10 اسئلة، قراية صفحتين، ومراجعة درس واحد بس. كل ما تكون المهمة صغيرة هتبقى اسهل في التنفيذ. تالت حاجة ابعد عن اي حاجة ممكن تشتتك، وخلي بالك الموبايل اكبر عدو للتركيز، حطه بعيد عنك خالص او اقفله اثناء المذاكرة، لان كل اشعار بيخليك تبدا من اول وجديد في التركيز. رابع حاجه ودي المهمه، ما تستناش مزاجك. ناس كتير فاكره لازم يكون عندها رغبه المذاكره علشان تبدا، الحقيقه العكس تماما. اول ما بتبدا مذاكره الرغبه والحماس بييجوا بعد كده. خامس حاجه كافئ نفسك، خلصت ساعه مذاكره ادي نفسك 10 دقايق راحه، اشرب حاجه بتحبها، اتمشى شويه. المخ بيحب المكافئات وده هيخليك تكرر عاده المذاكره بشكل مستمر. واخيرا افتكر ان كل مره بتاجل فيها الضغط بيزيد عليك، لكن لو كل مرة بتبدأ ولو حتى ب10 دقايق انت بتقرب من حلمك. ما تستناش لا يوم مثالي ولا وقت مثالي للمذاكرة، ابدأ باللي تقدر عليه، وبعد شهر هتشكر نفسك انك بدأت بدري بدل ما تندم انك أجلت. ولو وصلت معايا لحد هنا اكتب في التعليقات هبدأ دلوقتي، وخليها تكون أول خطوة حقيقية في رحلتك. توفيق يا أبطال، وإن شاء الله أشوفكم متفوقين في البكالوريا.